السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم خير. اليوم غادي نسافروا لمدينة سطات، وبالضبط 3 الولاد اللي طاحت فيه أكبر جريمة عرفها التاريخ في هذه المنطقة، بعد ما كانت مدينة هادئة ومعروفة بالخيرات وبالجود وبالناس ديالها الكرماء. مدينة سطات تنحدر منها زوجة با عمر اللي من أصول أمازيغية. با عمر تزوج بأم قمرية وخلف منها 2 ديال الوليدات، ولد وبنت، وكانت قمرية هي الفرحة ديالهم الأولى، هي البنت البكر، كانت البنت المعززة اللي فرحان بها الكبير والصغير، وهي من مواليد سنة 2000. كبرت وترعرعت في مدينة سطات وقرات وخدمات تما. الزوجة ديال با عمر تنحدر من أسرة لا بأس بها. ملي توفى والدها خلاو لها أراضي وفرمات من حقها. كون أن زوجة با عمر ما تزوجتش بالعائلة ديالها، كانوا شوية عندهم شي حزازات بينهم وبينها، يعني بحال داك الخير خاصو يبقى وسط العائلة والأحباب، ما يدخلش شي واحد براني. ملي تزوجت ببا عمر وهي العائلة، يعني الأعمام وولاد العم والخوال وكل شيء مع دي مرات با عمر لاله عتيقة. بالحق هي حبت هذا الراجل وتفاهمت هي وياه وولدت معاه 2 وليدات وولد وبنت. بقات الحياة ديالهم غدا مزيانة، ولو أن كاين شوية ديال المشاكل ما بين العائلة، هي دايره حياتها عادية. كبروا الوليدات، كبرت قمرية، خدمات، ولات هي اللي متكفلة بالعائلة، أي حاجة خاصهم كاينة قمرية. شوية ناضوا نزاعات، كبروا الولاد، كبر الطمع، الكرش عمرات، بنادم ولا كيشوف بعيد. علاش هاد البراني يدخل بيناتنا وهو جاي من بعيد؟ ناضوا وقعوا شي نزاعات كما كيقول با عمر، وقتلوا ليه مرته، داروا ليها شي حاجة في الماكلة، ماتت مسمومة. من بعد 3 شهور من وراها مات ولده، حتى هو كيشك انهم داروا ليه شي تسمم. بقات قمرية وباها ونزاع طويل عريض بين العائلة ديال امها وما بين قمرية والوالد ديالها. هاد العائلة حقروهم، عائلتهم لو كيدخلوا لهم الارض ديالهم كيسرحوا فيها، كيجلسوا فيها، ما على بالهمش بيهم، يعني يجروا طوالكم. قمرية كانت ذات شخصية قوية، قمرية كانت ذات شخصية قوية. كان كيباها يشوف الأرض عامرة وداخلين ليها كيسرحوا فيها، كيعيط لبنته، هي كتجي فيها بنت وفيها راجل، عندها ديك عزة النفس، كتبدا تعير، كتبدا تخاصم معاهم، كتقول لهم هذه أرضي، أنا ورثاها، أنا شاريها من عند الوالدة ديالي، ما عندكمش الحق تدخلوا ليها. هي غير مرأة وغير ولية، كلمتها ما مسموعاش. اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم غدا، دارت الشكايات كتشكي بهم، طرقت الباب ديال القانون، ما خلات ما دارت، وهذاك الشيء كياخذ الوقت والمسطره كيخصها تسنى. المهم واحد النهار قمرية جالسة هي وبنت خالتها، داروا ليها كمين، قالوا ليها دخلتي علينا وضربتي لينا الغنم ديالنا وهرستيهم، واللي مات وشهدوا فيها كاملين، وداوها رجال الدرك الملكي، وجلست 24 ساعة في المخفر ديالهم، أنها تعدت عليهم وضربتهم وكانت غتقتلهم بالسيارة ديالها. وهذا الشيء كل شيء وقع في الأرض ديالها. وشي آخر اللي كدلي به قمرية، قالت لك هذا الشيء كل شيء ما كاينش. أنا دخلت كندوي معاهم، لقيت 7 أو لا 10 ديال الناس دايرين بيا وكيهدوا فيا
اللي بالسكاكين، ها اللي بالحجر، ها بالمعيار، اللي باغي يخسر ليا وجهي. ركبت في الطوموبيلتها، ملي بغات تزيد لاحوا ليها الموتور قدام الطوموبيل، هرسوا لها الطوموبيل ديالها. ملي هي بغات ترجع باللور لقات الغلم واقفه لها في الطريق. يمكن جات في شي نعجه اولا جوج، وحده تهرست وحده ماتت. المهم لفقوا لها تهمه انها قتلت لهم الغلم وضربت لهم ولادهم وهرستهم وخسرتهم، غير حفظهم الله. المهم تا قمريه دارت شكايات. المهم هادشي كيوقع ما بين العائلات وعلى الورث وعلى وسخ الدنيا، والله ينجينا وينجيكم منه الا كان تابعوا الصداع. الشكايه الاخرى اللي دارت قمريه بهاد الناس اللي تعداو عليها، عندها اسبوع كان يعني مازال خصهم يستمعوا الناس، وكتاخذ الوقت الشكايه، ما يمكنش تدوز ما بين ليله وضحاها. قبل ما تخرج الشكايه صفاوها القمريه، لان الحكم خرج لصالح قمريه وباها بان الارض راه ديالتهم، وغادي يردوا لهم هذاك الاستغلال اللي كانوا كيستغلوها هذوك الجيران ديالهم والاقارب. قبل ما يتنفذ الحكم قمريه توفات الله يرحمها، واللي خرجت بالتصريح وهي فرحانه وكتعاود وكتحكي لجميع المنابر الاعلاميه بانها ربحت الحكم. يعني قمريه صفوها لها وسكتوها قبل ما تاخذ حقها من ارضها ومن عائلتها. والطامه الكبرى ان بات قمريه با عمر حتى هو كان خارج من المحكمه وتيحكي باللسان ديالو، وقال بان هاد العائله صيفطوا له واحد وداز عليه هرسو بالموتور، يعني باش السيد يبقى مقعد وتحل فيه بنته. هادشي قبل ما يقتلوا البنت. من وراها بيومين صفوها لبنته، كانت جالسه في الارض ديالها هي وبنت خالتها باركين فرشين، يعني باركين على راحتهم، ما عندهم حتى شي مشكل، ومن حقها تجلس في بلادها وفي ارضها. جاها واحد من اللور وطعنها طعنات غادرة أدت بها إلى الموت العاجل. اختي الله يجيبك الشفاء والله يحفظ الباس. غادي نحسي شنو وقع لك بالضبط مع ديك البنيه الله يرحمها. مشينا خرجنا كنا باركين تما، جيت الربيع بركنا، يلا بركنا ماشي بزاف، حتى جا غفلها ضربها هي الاولى بحديده، اعطاها الراس، ضربها المره الاولى، ضربها المره الثانيه غوتات. بغيت نفكها، بديت كنجر وهو يبدا يدفعني، ملي لاح حديده وبغى يعاود يضربها بالجنويه، كنغوت انا وكنجروه، هزيت الحديده، حاولت انني ندافع عليها. ملي حاولت ندافع عليها شد هذيك الحديده قلعها مني ودفعني وعاود جبد معايا الراس. انا كنقول لها هربي هربي هربي، ما هي اصلا قلبها ما هرباتش بزاف، هربت غير من قدام ديال الطوموبيل، هربت للور. ملي هربت للور تبعها تاني، بقى كيغيد لها الراس حتى قتلها. اختي شحال ريحتي في البيت؟ ما بركتش بزاف، ما كملتش الليله كامله، ما عادش واش الليل وقيلا شنو. كنا في جدار، كانوا بقاو معايا هما صحاب الدار كما كيبقاو معايا تما تجابهم. واش خرجوك من السبيطار باش يتنقلوا لك؟ انا كيدوروا بيا همايا، انا ما عاقلاش على راسي مزيان، كيدوروا بيا خرجوني جابوني من عندهم الدار، بقينا حتى شي 5:30 ديال الصباح بحال هكا. فاش عيط جابوك باش جابوك لبلاصه باش تنقلوا، كيفاش كانت الحاله الصحيه؟ لا حاله نفسيه لا حاله صحيه. وانا اصلا راه بنجيني في راسي، كانت بنجيني في راسي، راني قايله يلاه هي مشيت. انا اصلا ما عمرني ما واقع لي هادشي، ما عمرني ما شايفه هادشي، ما كنعرفش شنو هو، شحال غيبقى بنادم ولا شحال ما يبقاش. انا وليت بغيت نشوف غير بوات الدريه، كنقول خليني نشوفك، وهي اللي غيخلي بلاتي شويه وغتشوفني. شحال غتقبل بشي هذا التنظيم؟ بقى ما شفتهاش اخو، هذاك الشيء اللي قلت لكم نتوما قلت لهم مريض. هو حاله نفسيه، كيفاش غتكون ملي كتشوف شي واحد الناس قدامك، كيفاش غتكون العلاقه بينكم مع الآخرين؟ راه اختي ماشي، راه كابره انا وياه، كابره انا وياه، راه من الصغر انا كابره انا وياه. كي غندير حتى هاد التليفون وسير كيكزر في هذيك الساعه، باقي عندك الجهد انك تهز التليفون وتصوني ودير، ما يمكنش.
حيت كيبان لك واحد تيقتل. يعني الا كنتي بغيتي انك دير في التليفون راه ما بقاتش فيك الانسانيه، يعني بحال خليتيها تموت. انا راه كنت انني خاصني نفكها، هي خاصني نجره من فوق منها باش ما يقتلهاش، ولكن مشات تأدى دابا داكشي اللي جاي عليه راه دابا. ضربك حتى فين؟ انا ضربني الراس، عندي 20 غرزه. السبعه الحديده ديال ديك الحديده اللي ضربها ضربتها هي من السيتي. دابا. انا حنت اللي بقيت كنجر فيه ولا الحديده، مشى قصدها هي باش يضربها بالموس. هزيت انا ديك الحديده بديت باغا نضربو بها، دفعني وجر من عندي الحديده وجبد معايا الراس فيها. فاش غيبت حتى لقيت الدريه، ملي ضربتني فيها لقيت الدريه حدايا. وخرجتي عليا كاين البات في ايوا خويا، كنتمناو من القانون ياخذ المجرى ديالو وياخذ حق الدريه اللي راحت.